من اكتر الاسئله والاهداف اللي بنكون عايزين نحققها ان احنا نقل دهون ونزيد عضلات في نفس الوقت. دايما هتلاقوا عند الكباتن في الجيمات او كده ان الموضوع ده صعب، لان الاتنين في الحقيقه هم عمليتين عكس بعض. زياده العضلات ده انابوليزم بيحتاج ان احنا نزود السعرات الحراريه، ونقص الدهون بيحتاج ان احنا نقلل السعرات الحراريه. ازاي نعمل الاتنين دول اصلا مع بعض؟ الحل الاول هو حل مدرسه الكالوريز اللي بشكل عام بتقول ان احنا مثلا بنشوف السعرات اللي جسمنا محتاجها، وبدل ما نعمل عجز 500 سعر مثلا بنعمل عجز 100 او 200 سعر بس، وبنعلي نسبة البروتين لان ده الحاجة اللي هتبني العضلات، فبنطول نسبة البروتين ممكن تزيد من 1.8 ل 2.2 لكل كيلو جرام من جسمنا، وبنقسم الباقي على الكربوهيدرات وعلى الدهون. ومدرسة الكالوريز دي بقى بتقول ان احنا المفروض نقعد ناكل من 5 ل 7 وجبات في اليوم علشان خاطر نقسم البروتين بكميات قليلة على مدار اليوم كله. دي مدرسة الكالوريز اللي انا ما بكونش معاها طول الوقت. ان احنا يا جماعة جسمنا اصلا مش آلة حاسبة، جسمنا شغال بالهرمونات في الاساس. الكالوريز مهمة وكل حاجة، بس في تريكس مهم نلعب عليها للهرمونات لو احنا فاهمين الهرمونات بتشتغل ازاي، عشان نقدر نحقق نتيجة ان احنا نقل دهون ونزيد عضلات. والموضوع ده انا جربته مع عملاء كتير جدا معايا وجاب نتيجه، وبالفعل كانوا بيزيدوا عضلات وبيقلوا دهون والبودي شيب بتاعهم بيظبط في وقت قليل جدا. اقول لكم على الحاجات اللي بعملها مع العملاء بتوعي واساسها العلمي. في 4 خطوات بهتم بيهم في الموضوع ده. اول حاجه، على عكس مدرسه الكالوريز اللي بتقول ان احنا ناكل من 5 ل 7 وجبات في اليوم، الصيام يا جماعه، الصيام المتقطع. الصيام مثبت علميا ان هو بيعلي الجي اتش او هرمون النمو. هرمون النمو ده بمجرد ما علي ليه دور رئيسي في عمليه بناء العضلات. انا طالما زودت هرمون النمو يبقى معدل بناء العضلات هيزيد. الفكره بقى كمان ان الجي اتش اصلا اللي بيبني العضلات ده ما بيطلعش طول ما الانسولين عالي، فاحنا لما بنصوم الانسولين بيبدا يقل فيبدا هرمون النمو يطلع. تاني حاجة منطقية جدا، البروتين. العضلات بتتبني بالبروتين، البروتين هو الغذاء الأساسي للعضلات، فمهم ان انا اكل بروتين بصورة كافية ليا. يعني احاول اوصل حتى ل1.6. انا عارفة ان الدنيا ممكن تكون صعبة، بس احاول على قد ما اقدر ان انا ازود البروتين. تالت حاجة برضو منطقية جدا، وهي ان انا اتمرن تمارين مقاومة. انا بلاقي حاجة غريبة جدا ان بنات كتير قوي، خصوصا في البنات اكتر من الشباب، هي بتروح الجيم تقعد على الجهاز ده شوية، على العجلة شوية، على تريد ميل شويه، تعمل تمرينة ايد بعد تمرينة رجل. مفيش حاجه اسمها كده. لازم ابقى عارفه الهدف من التمرين بتاعي، لازم ابقى عارفه هتمرن تمارين مقاومه قد ايه، هتمرن كارديو قد ايه، شده التمرين بتاعتي عامله ازاي طبقا لظروف حياتي وللوقت اللي عندي وللهدف اللي انا عايزه اوصله. الموضوع ما بيكونش عشوائي كده. هنحاول نبقى عاملين خطه تدريب، لان دي هتساعدنا جدا اننا نوصل لهدفنا لما بنحط اهداف واقعيه. انا عايزه اوصل للهدف الفلاني فهشتغل عليه بالشكل الفلاني، هتمرن تمرين شدته كذا، فالنقطه دي مهمه جدا. اخر حاجه بقى هتكلم عنها هي النوم بالليل، ان احنا ننام على الاقل اخرنا من الساعه 12 للساعه 8. ده بيضمن لك ان الهرمونات بتاعتك تشتغل بصوره كويسه. هرمون النمو كمان بيشتغل بصوره كويسه بالليل، بالاضافه لان هرمون التوتر بيقل. هرمونات الجوع والشبع بتشتغل بصوره طبيعيه، فمهم جدا انك تحاولي تنامي بالليل. لو ما عندكيش اي سبب يخليكي تسهري، نامي بالليل واعملي كل اللي انت عايزاه بالنهار. وما تنسيش تسالي عن عروض المتابعه معايا علشان تحققي النتائج اللي انت بتحلمي بيها لجسمك. على الانستجرام بتاعي بنزل محتوى مختلف خالص عن اللي هنا. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.